السلام عليكم. معنا فيديو النهاردة. بنقول إن إحنا في زمن العجب بالنسبة للأسعار، وزي ما قلت الأسعار ليها 3 أسباب. أولا تقصير الحكومة وعجزها عن محاربة هذا الغلاء. تاني حاجة جشع وطمع الناس كلها اللي بتبيع حاجات والتجار الكبار والصغار. تالت حاجة طبعا معروف ودي مش هنغفلها، الأزمة العالمية، ومحدش يقدر يقول لي كذا وكذا. وانا قلت ان الازمه وازمه الاسعار والغلاء الفاحش ده موجود في كل دول العالم حاليا، ومحدش ينكر الكلام ده يعني. خلاص، عشان مش عايزين نزايد بس على كلام بنقوله يعني. دول 3 سندوتشات او رغيف ونص زي ما بنقول، او 3 سندوتشات فول، او زي ما انتم شايفين حالتهم عامله ازاي. تخيلوا السندوتش ده ب5 جنيه، يعني دول ب15 جنيه. ليه؟ ازاي؟ خلاص، 3 دول ب15 جنيه، يعني أسرة مكونة من 4 أفراد، مش هنقول بقى أسرة مكونة من 6 و7 والكلام ده، هيقول لك هم جايبين عيال هم أحرار. من 4 أفراد، يعني أسرة صغيرة حياة أسعد. هياكلوا كل واحد 3 زي دول. طبعا أنا في أيام شبابي كنت باكل 6 7 من دول يعني. ما علينا. يبقى هياكل كل واحد منهم 3. 3 في 4 ب12، 12 في 5 ب60 جنيه. يعني عشان يفطروا سندوتشات بس ويجيبوها. هتقول لي يا عم سندوتشات ايه؟ ما يجيبوا فول وطعمية وعيش وبتنجان ومش عارف. هو برضه هتحسبها تلاقيها الفطار برضه يتكلف 60 70 جنيه برضه. علبة لبن خالي دسم عشان الظروف الصحية جايبها، كانت ب22 أكتر حاجة، حاليا ب29 جنيه. طبعا أنا مخبي الاسم عشان كده يعني الشركة وكده يعني. أهي علبة لبن سعرها كان 22 بقى ب29 النهارده اهو. الحاجة دي جايبها النهارده الصبح اهو. طبعا ممكن بسجل الفيديو ويتذاع بعد يومين 3. خلاص يا جماعة، فهو ده اللي احنا بنقول عليه. فين دورك يا دولة؟ لازم يبقى ليكي دور في محاربة الأسعار دي والغلاء الفاحش ده والغلاء المميت ده. وبرضه نداء إلى التجار: ارحموا نفسكم شوية، ارحموا الناس شوية. مش لازم تكسب الضعف، اكسب حاجة بسيطة وربنا هيبارك لك لما يكون في نيتك انك تساعد الناس، وانك تقف مع الناس في الأزمة الطاحنة دي. فاحنا عايزين نقف مع بعض ونساعد بعض ونساند بعض، واللي يقدر يعمل حاجة يعملها. تخيلوا يعني سندوتش ب5 جنيه ليه خير. سندوتش فول هو مفيهوش غير يعني ربع معلقة فول. يعني انا لو افتحه كده من جوه هتستغربوا ايه ده يعني. مفيش، مش مليان فول ولا حاجة، لا والله. وديكم شايفين الدنيا وعاملة ازاي، بس الحمد لله رضا يعني، الحمد لله. اهو علبة لبن ليه من 22 ترفع ل 29، وبكرة هتروح تلاقيها ممكن ب30. وبقى يعني المشكلة كمان ان السعر بيزيد كل يوم دلوقتي، مش كل اسبوع ولا كل شهر. ففعلا الزيادة دي لا يعني، طب ما هو الناس هتعمل ايه؟ هو ده قصدي. ولا بهري ولا بقول مش عارف ايه ولا هطبل زي ما الناس بتقول لك هطبل ولا الكلام ده. انا بقول الحاجة اللي هي ترضى ربنا. احنا خلاص مش عايزين من الدنيا حاجة، الحمد لله. انا بس بعرض عليكم الحاجات الغريبة العجيبة اللي احنا بنشوفها دي في الزمن ده وفي الايام دي. ونرجو من الناس يعني اللي بايع السندوتش ده ب5 جنيه ليه خير. هتقعد تقول لي ما هو جايب الفول بكذا وغصب عنه وعنده مش عارف ايه. ماشي ماشي، هو لو باعوا ب3 جنيه، 3 ونص يا سيدي، بلاش 3 جنيه، 3 ونص، هيبقى والله كسبان فيه برضه. مثلا يعني، ده انا بقول مثلا، يعني ما جاتش على الفول والطعمية يعني، ده كل حاجة بقت كده. اللبن، علبة اللبن دي ليه من 20 دلوقتي رفعت ل22 من فترة كده، وصلت ل29؟ ليه خير؟ ايه اللي زاد عليها يعني عشان يرفعها بالسعر ده يعني؟ يعني نفسي افهم. فالرحمة نرحم بعضنا، ربنا يرحمنا. لكن لو مش هنرحم بعضنا، والله لو حصل ايه، ربنا مش هيرحمنا ومش هنرتاح ابدا في عيشتنا. ربنا يهدينا جميعا ويخرجنا من الأزمة على خير، ويسترها معنا دنيا وآخرة، ويحسن خاتمتنا. دي أهم حاجة، الستر في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة.
وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.